السلام عليكم، معكم لبنى من قناة سهل والبسيط مع لبنى. اليوم جبت لكم قصة حقيقية من الواقع غادي تحفزكم وتحمسكم وتعلمكم كيفاش توفروا باش تحققوا الأهداف ديالكم والأحلام ديالكم. كيف دارت هاد صاحبة القصة السيدة رقية، هي امرأة مغربية بسيطة كانت كتعيش على قد الحال، ولكن كانت ذكية وكتعرف توفر وتقلب على أي مصدر رزق وتشيط منه ولو 5 دراهم في النهار. والنتيجة بعد 4 سنين شرات دار صغيرة بلا قروض بلا سلف بلا ربا، غير بالصبر والعقل. بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا شنو دارت بالضبط وكيفاش حتى انت تقدري توفري وتوصلي وتحققي أهدافك وأحلامك. نهضر لكم على قصة السيدة رقية، وهي امرأة في الأربعينات عايشة في دوار قريب من قلعة السراغمة. راجلها خدام في الفلاحة، ولكن الدخل قليل والله يكون في العوان، وعندها وليدات. الولاد كيكبروا وهمهم كيتزاد، وكانت كتقول ماشي عيب نعيش بالقليل، ولكن العيب هو نخلي ولادي بلا مستقبل. ففي واحد النهار سمعت واحد الجارة كتقول أن كتخبي 5 دراهم في النهار من المصروف ديالها غير في السر باش ما يتصرفوش. فعجبتها الفكرة وقررت دير حتى هي بحالها وتبقاتها. بقات كتحاول توفر كل نهار 5 دراهم، مرة كتنقصها من المصروف، مرة كتحاول تقاد شي حاجة في الدار هكا وتبيعها. بعض المرات كتيبس الخبز، داك الخبز اليابس كيبقى ليها كتبيعو. المهم قاتله مع الزمان، وفين ما جمعات شي 5 دراهم كتقول هذه طوبة في الدار ديالي. دازت 4 سنين وهي كتجمع، كتعرف كيف تقتصد وتخبي شويه بشويه. شي مرات كتزيد على ديك 5 دراهم كتولي 10 دراهم، مرة 20 درهم، حتى وصلت ل28 ألف درهم. وواحد النهار سمعت واحد راجل في الدوار كان بغا يبيع واحد جزء من الارض ديالو، واحد البقعه شي 40 متر تقريبا بثمن مناسب. فسمعت السيد بغا يبيع بداك الثمن، عجبها فمشات شرات من عنده، وشويه بشويه بدات تتبني حتى دارت الدار ديالها، واخا بسيطه و 40 متر، يعني ماشي شي دار كبيره، ولكن ملكها يعني ديالها، ما كتخلص كرا، ما مزاحمه مع حد، ما يبرزتها حد، ما عايشه بخير الحمد لله. ما كانش هي كاع كتحلم تكون عندها دار، ولكن بالعقل وبالتوفير حققت الحلم ديالها ودارت دويريه ديالها ولوليداتها. اذا الدروس اللي خصنا نتعلموا من هذه القصه ان التوفير صغير كيدير نتيجه كبيره. يعني واخا نقولوا 5 دراهم ما نحقروهاش، واخا غير درهم ما نحقروش، راه كيف تنقولوا بنقطه بنقطه تيحمل الواد. وان الحاجات الصغيره اللي كنصرفوها بالعقل كتكون رزق، كيكون فيها رزق كبير. بعض المرات كنستهنوا بشي حاجه اللي كتكون بسيطه، كنقولوا مثلا كنخسروا مثلا شي هكا فلوس في السقاطه ولا فشي حاجه كتبان لنا شي حاجه بسيطه، ولكن راه بديك الفلوس ديال السقاطه اولا داكشي اللي كان تيبان لنا بسيط، راه به نقدروا نوفروا ونجمعوا ملايين. بطبيعه الحال ماشي بسرعه، ولكن مع الصبر والمداومه. رقية دازت 4 سنين كتجمع، يعني ماشي شهر ولا شهرين ولا 7 سنين هي كتجمع، ولكن في الأخير حققت الهدف الكبير اللي هو الدار ديالها. إذن خصنا نتعلموا كذلك أن التوفير ماشي حرمان، التوفير هو ذكاء. فالسيدة رقية ما كانش حارمة راسها أولا حارمة وليداتها، ولكن كانت ذكية وكتعرف شنو كدير. مثلا الأكلات أولا الوصفات ما كانش كدير شي وصفات اللي غاليه، اولا كتاكل شي حاجه مزنقه، اولا كتشري لولادها السقاطه. كانت كدير وصفات بسيطه وفي نفس الوقت صحيه وفي نفس الوقت مشبعه. يعني ماشي ضروري ناكلوا الماكله ديال الزنقه اولا نشريو كيف قلنا السقاطه باش نتسناو راه ما حارمينش راسنا. السيده رقيه ما كانش قاريه وما كانش خدامه في شركه وما كانش عندها شي دخل كبير، ولكن كانت عندها اهم حاجه اللي هي العقل والقناعه والنفس الطويل. إذا حتى انت تقدري تحققي احلامك واهدافك غير بخطوه صغيره،
ومن غدا إن شاء الله خدي ورقة وكتبي فيها أنا غادي نوفر وغادي نغير حياتي. ولا عجباتك القصة ديال اليوم وحمساتك وقررتي توفري، خلي لي تعليق وكتبي لي فيه أنا قادرة، وبارطاجي الفيديو مع أي وحدة محتاجة تشجيع باش تشجعيها. ونتلاقاو مع قصة جديدة ودروس جديدة من الواقع، ونتمنى تستافدوا منها بطبيعة الحال. وفي أمان الله.